مشاهدينا متتبعينا على الوطنية الأولى مباشرة من أوزاكا، مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الياباني. 4 دقائق تقريبا، فرصة كبيرة للمنتخب الوطني التونسي من توزيع صاحب المركز الثالث بعد الفوز بركلات الترجيح. الكرة في منطقة المنتخب التونسي والمباشرة ابعاد جارد ثم ايتو جونيا المتابعة لتدخل من مع 3-3 شكل هجومي وخاصة كتلة دفاعية، لكن دائما المنتخب وخاصة التمرير السهل لدى بنفيكا الأوروغواياني. المرور عبر الأروقة والتونسي هو الفرجاني سيسي، فرجاني سيسي بالرمضان ومهدي النفطي بالرمضان والمجهود الفردي من متوسط ميدان. ضروري حتى نكون فاعلين امام هذا الثلاثي تاع وسط الميدان، لكن انهاء الهجمه يكون باكثر ربما رصان محمد صلاح لو ياسر تمريره من فرجاني. البقاء في ليفا الهجوميه، برشا تناسق وتناغم بين متوسط ميدان المنتخب التونسي. التوزيعه من الجهه المقابله بحكم احنا عندنا اسبقيه بالنسبه للديوال ايريا. التدخل من مينامينو ثم محمد دراجر في التغطية كان إيتاكورا كان غطى معار من جانب فريق مانشستر سيتي في بوزيسيون تاع ثقة المنتخب التونسي، ثم دراجر ممتازة التوزيعة والصعوبات للاكس الألمانية لكرة القدم. التوزيعة والكرة في مناطق المنتخب التونسي، مينامينو ما نجحش في اليسرى، عملية ثنائية وثلاثية فرجاني سيسي أو تسديد من بعيد، وبالتالي محافظة على الكرة حاجة ضرورية هامة جدا. إعادة من جديد للكرة اللي فلت بثبات، وبالتالي نحافظ على امتلاك الكرة حتى هنا وضعية طبيعية، لكن الحاجة الباهية أنه حافظ القدم معناها الأكثر أسنو التوغل من الجهة اليمنى واضح المنتخب الياباني حاب يلعب على نقاط قوة. كنت نأكد لك على العابدي تنفيذ المخالفة في محور دفاع المنتخب التونسي، كرة عكسية من لازم يكون بطريقة خاصة لديوال شرسة أنك تمنع الفريق الماسم أنه يلمس الكرة. جونيا للمنتخب الياباني وفرصة أخرى لكامادا. توغلات والتوزيعة في اللاكس والهدية. علي العابدي أمامه ناغاتومو، تصطدم الكرة بناغاتومو، متابعة للركنية للمنتخب التونسي على مستوى القائم الثاني. بلال عيسى أمام اليابان يضيعوا فرصة واحنا نضيعوا فرصة اللي يمكن لو إنهاء اللمسة الأخيرة. صحيح، هو من نقاط ضعف المنتخب الياباني. الميدان يلقى الحلول عبر الجهة اليمنى والتنهية، وإيتو جونيا مباشرة لأسنو وإبعاد فقط العابدي يلزم المعارضة من وسط الميدان، وكذلك لاعبين المنتخب التونسي. شوفوا التوزيعة في مناطق المنتخب التونسي، مينامينو والهدف الأول وضعية تسلل على مينامينو. القاد ديكالاج المنتخب الياباني، لكن ثم وضعية تسلل معلنة على هجوم مرة أخرى الجهة اليمنى. التوزيعة والتدخل كان حاسم من منتصر الطريح. جونيا مباشرة لمناطق المنتخب. العشر دقائق الأخيرة للقاء. التوزيعة القدير، هذا المنتخب المسيطر على المسابقات في آسيا في فتى المرمى، والتوزيعة والاختر مرة أخرى من يوشيدا مايا هو القائد. إعادة من جديد للكرة والتدخل. مورياسو، بداية قوية للمنتخب الياباني فعلا، بداية وخطا ممنوع الرفع الكرة كما الحالة هذه. صحيح، التوزيعات مرة اللاعب أليز من الجهة اليمنى، إيتو جونيا في التوزيع على تدريب المنتخب الأول. الكرة للمنتخب الوطني التونسي، ضربة جزاء لعناصرنا الوطنية. استرجاع الكرة، إرغام المنافس، والقائد يوشيدا يرتكب الهفوة وضربة جزاء للمنتخب الوطني التونسي. تكتيكيا ممتاز اليوم البلوك من المنتخب الوطني التونسي، والهدف الأول. إحداث الفارق لعناصرنا الوطنية عبر ضربة جزاء استغلها ونجح في التسليم محمد علي بالرمض الياباني. 118 مباراة. أوشيدا، كامادا، أسماء هامة في أوروبا. مينامينو يتبع فيه بلال العيفة، ثم جونيا من الجهة اليمنى، والمحاولة الفنية الياباني في التعديل مرة أخرى. أبرز فرصة يرغم المنافس على ارتكاب الهفوات ويجد وتصلح للمنتخب التونسي في قادم الاستحقاقات والمواعيد. لأنه جاهزيتنا لازمها تكون هامة جدا في الركنيات، وخاصة لا نترك
ايضا شوفوا دراجر ثم التوزيعه خطيره، اختصاصي تنفيذ المخالفات المنتخب الياباني. المنتخب الياباني هو اللي ينتصر، المنتخب الياباني حتى ما يعطيش الامكانيه. نشوف مره اخرى التوغل على الاطراف من ميتوما. النقطه نحب نقولها عبد الرحمن هي كون راهو سي بيان انه نلعبوا ولو انه وميتوما في فورما ويساهم في احداث الفرق الى حد الان في الوصول لمرمى الحارس دحمان، واكبر دليل وناجح في التوغلات وايضا تواجد في مناطق المنتخب الوطني التونسي، وايضا الفنيات في المنتخب داخل وسط ميدان، وايضا يتسمى مدافع مايوركا في الليغا. والمحاوله من جديد للمنتخب الياباني التوزيعه او التصويبه من دفاع المنتخب الياباني، باعتبار انه المنتخب الياباني باش يخلي المساحات. حاليا يوسف المساكني ممتاز، الهدف الثاني فرجاني ساسي. يوسف المساكني فرجاني ساسي، المنتخب التونسي لقى الحلول مباشرة في مناطق ناغاتومو ويوشيدا. الحنكة المهارة والصنعة ديما من يوسف المساكني، مباشرة فرجاني ساسي. قلت الزوز يقدموا في عروض ممتازة، يساهم أكيد المنتخب الوطني التونسي اليوم. تعلق من جديد من عصام الجبالي وحنب على المجبري، ثم ميتوما للمنتخب الياباني ربما قريبة المرمى تاعنا. على كل كرة ثابتة في موقع هام جدا. اليوم اختبار آخر كأس عالم الكرة من كيوبو وريال مدريد، والرجل من جانب كيوبو. ثم التصويبة من رقم لاعب فرونتال كوازاكي ياخذ مكانه في التشكيلة من الفريق الياباني بإخراج مدافع ودخل وإدخال لاعب وسط ميدان في الوقت المناسب في مناطق المنافس. الكرة دائما لصالح المنتخب الياباني، هو مش تابع فريق يونيون سان جالواز، هو ايضا معار. كرة في اللاكس تونسي ولاعب دوان ريتسو على مستوى القائمة الثانية. ثم ميتوما في الكرة للمدافع المحوري للمنتخب الياباني، يرتح المنتخب الوطني التونسي. جبالي إمكانية استغلال هذه الوضعية للمنتخب التونسي. ثم بن سليمان يختار التصويب، ولا أروع الهدف الثالث للمنتخب الوطني التونسي، 3-0. أحسن اختتام من عصام جبالي، ثاني أهدافه في الكيرين، والمنتخب التونسي بطل دورة كيرين الدولية لكرة القدم. المنتخب التونسي اليوم أعطى درس للمنتخب الياباني على مستوى النضج التكتيكي والنجاعة والتهديف في الوقت المناسب. يوشيدا مش باش ينسى هذا اللقاء، مش باش ينسى هذه المباراة. شوفوا مرة كرة المنتخب التونسي، النجاعة والفرجة والمتعة اليوم 3-0. جبالي